لو بتحب الشواطئ اللي فيها جمال طبيعي خالص وأماكن لسه محتفظة بسحرها، يبقى لازم تروح شاطئ عجيبة في مرسى مطروح. في الفيديو ده هاخدكم معايا في جولة كاملة في واحد من أجمل وأغرب الشواطئ في مرسى مطروح. استعدوا تشوفوا مناظر هتاخد العقل وتعرفوا كل حاجة عن المكان من أول الوصول لحد النصايح المهمة اللي تستفيدوا بيها وانتوا هناك. يلا بينا. شاطئ عجيبة بيبعد حوالي 24 كيلو متر غرب مدينة مرسى مطروح. تقدر تيجي بالعربية أو بتاكسي أو حتى بميكروباص من وسط المدينة. الطريق للمكان ممتع جدا، خصوصا لما تبدأ كده تلمح البحر من بعيد، بس أول ما توصل هناك المنظر فعلا مبهر. الاسم عجيبة مش مجرد اسم، ده وصف حقيقي للمكان. البحر لونه أزرق غامق وفيروزي كده في نفس الوقت. الشاطئ محاط بصخور عالية ومنحدرات بتخلي شكله مختلف عن أي شاطئ تاني. بجد المنظر جميل جدا، اللون الأزرق مع اللون الصخور والمنحدرات دي بجد شكله جميل جدا. كمان بتلاقي كده زي الزرع كده لونه أخضر، بجد المنظر رائع وجميل. احنا هنا كنا خلاص وصلنا عند الشاطئ، كنا راكبين اتوبيس، احنا كنا رايحين بالاتوبيس. اول بقى ما بننزل الشاطئ طبعا بيكون الرحله محدد لك ان هتقعد مثلا في الشاطئ ده تقعد مثلا تتصور ساعه، فاحنا كانوا محدد لنا ساعه. فانا بقول لكم عشان لو انتوا مثلا برضو الاتوبيس حدد معاكم ساعه ان انتوا تاخدوا جوله في شاطئ عجيبه. ازاي تستثمري الوقت فيها، تتصوري وبرضه تستمتعي بكل بقى مكان، عن افضل تبقي وقت شفتي تروحوا كل فيه حاجه لو في شاطئ حبيتوا عجيب. تروحوا هقول لكم شاطئ تعملوا عجيب. ايه. افضل وقت تروحوا فيه تروحوا بدري، يعني روحوا الساعه 9 8 ونص كده، قبل ما يكون في زحمه كتير، عشان الزحمه دي برضو بتلاقي مش عارفه تتصوري في الاماكن، وبتبقى حاسه ايه بزحام وانتي نازله وانتي طالعه وكده. فالافضل تروح الصبح. يعني انا رحت المره السنه اللي فاتت، رحت كنا الصبح، كان جميل جدا وهادي وكده، لكن المره دي كان زحمه جدا. طبعا اول ما تطلع فوق الهضبة بتشوف منها كده الشاطئ من فوق، شكله جميل جدا. بتحس ان انت كده في مكان تاني، في كوكب تاني، مش في مصر. الصخور حوالين الشواطئ بتشكل منظر طبيعي غريب شوية، بس في منتهى الجمال. المنظر البانورامي ده من فوق بيخليك تحس كده ان انت واقف على بلكونة بتطل على لوحة كده مرسومة. ناس كتير بيجوا عشان ياخدوا صور بس من فوق، بس صدقوني النزول للشاطئ نفسه يستاهل. في ناس بتروح عشان تنزل الشاطئ، بس هو الشاطئ كله صخور، فاحنا مش بننزل فيه، احنا بنروح هناك العجيبة ده عشان نتصور كده ونشوف المناظر الطبيعية، تحس كده ايه براحة كده. لو انت طبعا رايح مع رحله زي ما بقول لكم كده، والرحله دي محددلك وقت ساعه ان انت تروح عشان تصور، اول حاجه لازم تعملها ان انت هترتب انت هتروح. مثلا انا واسرتي، فما ينفعش بقى ايه تلخم نفسك بحد او تستنى حد، لان انت انتظارك لحد مش هتلحق تتجول في المكان وتشوف كل حاجه فيه. يعني لو حد قالك اقف صورني وكده هتقعد تصور، هتضيع الوقت منك دي. فانت صور مثلا اسرتك بس، ماشي؟ دي اول حاجه لو انت رايح للتصوير، عشان كمان تستمتع بالاماكن. الحاجه التانية خد جولة، ما تحاولش تقف كتير، عشان انت لو وقفت كتير برضو هتلاقي ان الساعة دي مرت بسرعة، لان هو في سلالم كتير كده، السلالم بتاخد وقت في النزول، وتحس ان الواحد كده هو طالع كده مش قادر ياخد نفسه من طلوع السلم. هنا انا كنت واخده اخواتي كانوا معايا في البحر وكده، بس قلت لهم ايه كل واحد كده يروح مع نفسه بقى كده، عشان انا استنيتهم هغيب، لان انا عايزه اصور الاولاد وكده، ولو استنيتهم هغيب واتاخر كده. فانت ايه لا خد كده نفسك وتصور كده واعمل جولة، وكل واحد ايه يبقى لكم مكان للتجمع. لكن انت لو استنيت الرحلة تمشوا مع بعض وكده هتلاقي ان انت نفسك ما عرفتش تستمتع. طبعا في زي ما انتم شايفين كده في ناس بتأجر عجل، في جمال كمان ناس بتركب على جمال، هتلاقوا حاجات كتير ممتعة هناك. في ناس سألتني رسوم دخول الشاطئ هنا بكام. رسوم دخول الشاطئ ب10 جنيه، الفرد بيدخل ب10 جنيه. كمان هتلاقي وانتوا اول ما توصلوا كده، بعد ما تروحوا بقى عند المكان كده اللي انتوا بتشوفوا فيه من فوق كده الهضبة من فوق للبحر، يعني هتلاقوا فيه سلالم كده بتنزل بيكم في جهتين من السلالم. تنزلوا بقى في جهة كده يعني سلالم كده وهتلاقي عندها سور، وفي جهة كده سلم كده عبارة عن ايه يعني في زلقة شوية. فانتوا اختاروا اللي هو ايه اللي هو بيبقى فيه صخور عشان ما تتزحلقوش ولا حاجة. هتلاقوا نوعين من السلالم. في ناس بقى بتروح اللي هو يعني بيستسهلوا اللي هو فيه زلقة بس ممكن تتزحلق. خلاص فخلي بالكم كده وانتوا نازلين. المية هناك مش دايما هادية، ساعات الموج بيبقى عالي، عشان الفترة اللي فاتت دي كان الموج عالي. فلو مش بتعرف تعوم كويس ما تنزلش، لان الشاطئ ده فيه صخور، وطبعا برضو بيبقى فيه سحب لما بيكون الموج عالي. المنطقة دي مش مزدحمة قوي، لان مش كل الناس بتنزل في الشواطئ دي، الناس بس بتروح عشان تصور هناك. فهتحس ان المكان هادي، يعني مش هتلاقيه زحمة زي بقية الشواطئ، ولكن هتلاقي في ناس برضو بتنزل عشان تتصور.
ده بقى الشكل من فوق. بصوا المنظر جميل ازاي، بصوا ما شاء الله شكل الهضبة كده مع البحر كده، بص تدرجات المية، بجد المنظر رائع والله، راحة نفسية كده. وانت بتبص طبعا مع الزحام بتلاقي السور ده كله مليان، يعني لو عرفت تاخد مكان كده وتصور دي طبعا بيبقى مش زحمة، فعلا زحام جامد. احنا هنا كنا نزلنا بقى السلم، طبعا منظر التصور من فوق كان زوجة تصوروا له صورة كده من فوق، منظر فعلا جميل قوي. في أنشطة بسيطة ممكن تعملها هناك، تقدر تعوم أو تستمتع بالموج لو الجو هادي كده، تقدر تبص على الموج كده في هدوء، بجد الهدوء بيبقى بيدي استرخاء أكتر. تقدر تصور هناك، كل زاوية في الشاطئ ليها شكل مميز، خصوصا وقت الغروب، كان ممكن تروح وقت الغروب التصوير فيه جميل جدا. هتلاقي برضو في ناس بتبيع حاجات هناك مختلفة، وناس بتبيع ذرة مشوي، ملابس، هتلاقي حاجات كتيرة قوي بيبيعوها هناك. في أماكن كمان سيشن كده ممكن تتصور في كام مكان. خلي بالكم بس لو معاكم اولاد، لان الاماكن كله فيه صخور، لو حبيت تصور على الشواطئ برضو الشاطئ كله صخور، فخلي بالكم كده عشان بس ما يتعوروش يقعوا ولا حاجه لو هما بيتصوروا على الميه. الموج برضو ساعات بيكون عالي، المره اللي فاتت لما كنا هناك كان الموج عالي جدا، يعني حبينا حتى نطلعوا من شاطئ عجيبه نروحوا شاطئ الأبيض، لان الموج عالي جدا، شفناه من فوق كده الموج عالي عالي يعني، فمرضناش نروح يوميها شاطئ الأبيض، رحنا شاطئ تاني عشان الموج كان عالي جدا، حبينا نروح شاطئ من الشواطئ المغلقة. خلاص يبقى انتوا اول حاجه تصوروا كده قبل ما تنزلوا السلم على السور اللي قلت لكم عليه ده، خدوا لكم تصوير كده من فوق، المنظر بيبقى شكله جميل جدا. دي اول حاجه. الحاجه التانية بقى انزلوا بقى تصوروا في كل مكان تحت، هتلاقوا كده وانتم ممكن تاخدوا منظر كده فوق الصخور كده، يبقى المنظر شكله جميل جدا. صوروا كده، خدوا لكم صوره هناك كده بعد ما تنزلوا السلم، انظروا بقى خدوا صوره كده تحت. انا عايزه اقول لكم كل ده، احنا كل ده نازلين السلم ايه طويل شويه يعني، متعب شويه في النزول، ومتعب اكتر في الطلوع. انا كنت ببقى وانا طالعه مش قادره اخد نفسي من الطلوع. خلاص في ناس بقى في سلم تاني كده جنبنا كده، بيبقى يعني مش سلم بس طبعا كنت بخاف انزل من عليه عشان الاولاد. خلاص انت ممكن تختار بقى المناسب ليك وتعرف تتحكم فيه. خلاص في ناس هنا بصوا بقول لكم عملوا كده زي برضو قعدات ممكن تقعدي فيها، بقول لكم في ناس بتنزل الميه كده بس طبعا مش بيخشوا جوه لان الموج بيبقى عالي، دي القعدات اللي انا بقول لكم عليها كده، عاملينها كده الناس تقعد فيها استراحات كده يسرحوا، بس مش حاطينها جنب الميه عشان في ناس بتتصور على الميه، لان هو المكان ده للتصوير اكتر من ان هو نزول شاطئ. مفيش حد اللي بينزل شاطئ كده بيقعد على الشط يعني، لان لو نزلتوا هتلاقوا كله صخور، فمش كل الناس بتنزل لشاطئ، بس كل اللي موجودين بينزلوا ايه كده ياخدوا كام تصويره ولا حاجه. زي ما بقول لكم كده، خدوا تصوروا كده بجنب الصخور كده، اتصوروا على الميه كده، برضو المنظر رائع، شايفين كده تحسوا راحه نفسيه، بجد والله راحه نفسيه من المنظر، وراحه نفسيه من ريحه الميه. عايزه اقول لكم الجو فعلا يدي كده بالاسترخاء يعني. حتى ناس تقول لي انتي رحتي السنه اللي فاتت ليه بتروحي السنه دي بتشوفي نفس المنظر؟ بجد بشوفه كل مره بجمال مختلف وكده راحه نفسيه. بصوا الموج كان عالي كده، بصوا بجد منظر الموج كده مع الميه مع اشكال الميه والوانها كده بيدي راحه فوق الوصف والله. بجد انا كنت يعني لو في وقت ان انا هقعد كده وابص على الميه بس، بجد منظر جميل جدا ورائع وبيدينا راحه نفسيه يعني. بجد اوعك تروح مطروح ما تروحش شاطئ عجيبه، هيكون فايتك كتير قوي لو ما روحتش شاطئ عجيبه. بجد والله المنظر لوحده كده بيدي راحه نفسيه، ريحه الميه بتدي راحه نفسيه بجد يعني. انا بستمتع جدا وانا بشوف الاماكن دي كده ببص عليها. وعايزه اقول لكم ان انا مثلا رحت السنه اللي فاتت ورحت السنه دي، بحس كل مره كده ان ده المكان الواحد كده بيبص كده يرتاح كده ويبص الميه وتشوفوا خلق ربنا وتقعدوا تقولوا سبحان الله ان هو ربنا درج في الالوان. منظر كده بيدي راحه نفسيه جميله جدا. زي ما انتم شايفين كده خدنا كام صوره كده على الميه، وتصورنا كمان عند الصخور كده، بجد والله الحمد لله. فانتوا طبعا بعد ما تنزلوا السلم زي ما بقول لكم كده، خدوا صوره بقى تحت كده عند الصخور، وبعدين خدوا صوره كده على الميه، مشوا كده قدام شويه برضو وتصوروا على الميه، وتصوروا بين الصخور كده، وبعد كده بقى ارجعوا بقى لو حبيتوا تركبوا اولادكم جمال، حبيتوا تتصوروا في السيشنات ممكن تتصوروا، حبيتوا الاولاد ينزلوا مثلا لو حابين ينزلوا جوه الميه كده، بس خلي بالكم لو الموج عالي عشان كمان في صخور كده لزجه ممكن تسحب. انتوا بصوا كده هتلاقي الناس كلها مش نازله يعني مش مغوطه عشان برضو بيكون في سحب.
وزي ما بقولك كده افضل وقت تروحوا فيه، يا اما تروحوا فيه ساعة الشروق او ساعة الغروب. احنا المرة اللي فاتت روحنا بدري، كان الجو هادئ جدا، يعني انا كنت بعمل كده جولة وما كانش فيه اي حد، حتى الناس اللي كانت فرشة دي ما كانتش فرشة المرة اللي فاتت. بس المرة دي كان زحمة، يعني كان زحمة شوية، ممكن عشان الميعاد مختلف. يعني لو روحتي مثلا في بدري عن ما تروحي مثلا في شهر 7 و8 بيبقى الازدحام شديد شوية. بس والله بجد يعني استمتعت بالمكان. ان انا بتأمل في خلق ربنا كده وقلت سبحان الله. بصوا بصوا كده، هتلاقي تدرج كده في الصخور، شكل الصخور من كل ناحية حوالين المية كده، بجد حلو. عاملين كمان مرجحات كده، ساعات في عرايس كده بيجوا يتصوروا كده على السجانات دي، بيبقى برضو شكلهم جميل قوي. وفي ناس برضو يتصوروا عاديين، يعني اهو بصوا عاملين كده زي مرجحة كده للتصوير، لو انتي حابة تقعدي عليها وتتصوري. جميلة ما شاء الله اهي. لا في حاجات جميلة كده وممتعة. بصوا الشماسي واخدة كل المكان كده. بصوا المنظر، بصوا اهو. وفي كمان بطاطا لو حابه تاكلي بطاطا. في كمان زي حصانه كده بتتأجر لو انت عايزه تركبي اولادك حصان او حاجه تركبيه. بصوا هتلاقي حاجات جميله يعني بجد والله، يعني المنظر جميل قوي كده ويديكي استمتاع. اهو هنا كنا شفنا بقى الاماكن كده، خدنا جولة سريعة كده وشفت المنظر واستمتعت بكل حاجة كده، اديت نفسي راحة. يعني في ناس ما بتقدرش تنزل السلم لانه بيستصعبوا ان ينزلوا السلم وبعدين يطلعوا تاني. لا انا بحب يعني اهو. بصوا اهو في حصانة وهنا وفي جمال كده، لو انتوا عايزين. يحيى قال لي بقى ماما انا عايزة اركب حصان، فركبته. هركبه دلوقتي هوريه لكم. ركبت مصطفى ويحيى حصان كده عشان يستمتعوا. هنزله لكم بقى كده تشوفوه. اهم حاجه بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش بقى تروحوا شاطئ عجيبه وتتفرجوا على الاماكن اللي فيه واستمتعوا كده وتأملوا في خلق الله وانتوا بتتفرجوا كده، قولوا سبحان الله. عايزه اقول لكم بقى، لو انتوا معاكم حريه تروحوا في اي وقت، فافضل وقت تنزلوا فيه شاطئ عجيبه هو الصبح بدري او قبل الغروب بشويه، بيبقى ده الوقت جميل جدا. لو جيت بدري هتستمتع بقى بالهدوء كده ومفيش زحمه والمنظر الجميل. ولو جيت قبل المغرب بقى هتلاقي برضو زحمه، بس المنظر الميه بيبقى جميل قوي، والشمس بتبقى بدات كده تزول كده، فبتنزل على البحر كده وبتعكس انعكاس على الميه، بيبقى المنظر رائع. ناس كتير بتيجي مخصوص عشان تصور وقت الغروب ده. اللحظه هناك ما تتفوتش. روحوا وتصوروا واستمتعوا وشموا هوا نقي كده. انا كده كلمتكم عن مميزات الشاطئ، ان هو المناظر اللي فيه طبيعيه وجميله، والمكان يعني مش مزدحم قوي زي بقيه الشواطئ، ومثالي جدا للتصوير. بس فيه شويه عيوبه بقى ان الخدمات هناك مش كتير، مش هتلاقي حمامات قريبه كتير في المكان ده، مش هتعرف توصل. يعني الناس لو هم ذوي الاحتياجات الخاصه مش هيعرفوا ينزلوا من السلالم وكده. الميه ممكن تكون خطره شويه على الاولاد، لان كمان في صخور وكمان في سحب ساعات، وفي ان هم ممكن يتزحلقوا كده. فهو مش افضل حاجه للعوم للاولاد. لو الاولاد عاوزين ينزلوا كشاطئ، لا هو مش لطيف للاولاد ينزلوا كشاطئ، لكن هو كمكان حلو للتصوير. يبقى هو عيوبه ان هو مفيهوش خدمات كتيره، ان طبعا مش ذوي الاحتياجات الخاصه مش هيعرفوا ينزلوا. الميه هناك ممكن يبقى فيها خطوره على الاولاد. بس لو انت مستعد للشاطئ ده هيكون من احلى التجارب اللي انت تعملها في مطروح، فروحوا واستمتعوا بالمكان. اهم حاجه زي ما قلت لكم بقى كده، لو انتوا رايحين شاطئ مطروح ورايحين عجيبه بالاخص، يعني خدوا معاكم ميه، وخدوا اكل بسيط كده عشان الخدمات هناك قليله. كمان حاولوا تروحوا بدري عشان تستمتعوا بالهدوء يعني. دي الحاجه التانية اللي بقول لكم عليها. خلي بالكم الاولاد عشان الصخور وكده. وان شاء الله هتحسوا ان المكان جميل والمنظر روعه. واتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. لو عجبكم بقى متنسوش تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب ودعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. واترككم في رعاية الله وامنه، واقول لكم بقى انتظروا مننا جولات جديدة في انحاء مختلفة من مصر ان شاء الله. واقول لكم بقى يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. هوريكم كمان شكل الشاطئ من بره من فوق. بصوا كده، ده من فوق بقى. كنا ركبنا ومشينا شويه كده وخدنا بقى من شاطئ البحر كده، شكل البحر كده من فوق كله. حبيت اوريه لكم. بصوا كده شكل جميل، منظر جميل جدا، وراحه نفسيه جميله.